تشهيتي كيكه بالكريمه ضروري تجربي هذه، كتجي لذيذه وسهله. هنا في بول رشه ديال الملح، 3 البيضات، ساشي ديال الفاني، نص كاس ديال السكر سنيده، وكنخلط كلشي مزيان. وغادي نزيد ياغورت ديال الفاني او بنكهه الفاني، وكنخلط كلشي مزيان. وغادي نزيد كاس الا ثلث ديال الزيت النباتيه، وكنخلط كلشي حتى كنحصل على خليط اللي كريمي. من بعد غادي نضيف ملعقه كبيره ديال الدقيق الفينو، كنخلطها مزيان في الخليط. وغادي نكمل بالدقيق الابيض، حتى جيت كاس وربع ديال الدقيق الابيض، كنغربلوه بطبيعه الحال وكنخلطو مزيان مزيان حتى كنحصلوا على القوام ديال خليط الكيك بهذا الشكل هذا. غادي نزيد في الاخير 2 اكياس خميره الحلويات، ضروري نغربلوهم. وكنخلط كلشي مزيان، وها هو الخليط ديال الكيك عندي واجد. هنا خديت المول العجيب، دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وغادي نخوي فيه الخليط ديال الكيك. غادي ندخلو الفران درجه حراره 180 حتى كيطيب، كيجي بهذا الشكل هذا. هنا كنقلبوه في صحن التقديم، وغادي ندوز نوجد الكريمه اللي كتجي اكثر من رائعه ولذيذه. حتى جيت فيها نصف لتر حليب، 2 معالق كبار عامرين مزيان ديال بودره كريم باتيسير، 2 معالق كبار ديال سكر سنيده او سكر حبيبات. كنخلطوا كلشي على البارد وكنضيفوها وكنوضعوها على نار مع التحريك المستمر حتى كتعقد. وغادي نزيد 2 معالق كبار ديال الجبن، اي جبن متوفر عندكم هو اللي كيزيد لهاد الكريمه لذه على لذه. صافي، وكنوضعها في هذاك الفراغ ديال المول العجيب وكنزينها. ضروري كنخليوها تبرد مزيان وكنقدموها، كتجي رائعه ولذيذه، ما تشبعوش منها، بالصحه والراحه.